عشان تكبر البيزنس محتاج تغير مفهوم الثبات. ان الثبات هو الهدف اللي احنا عايزين نوصل. ناس كتير بتشتغل في وظائف وشغلانات ثابته فيها بقالها سنين. ناس كتير ما بتتحركش ولا بتنقل لان هي حابه الثبات اللي هي فيه وحابه اللي هي واصله له. ناس كتير شايفه ان اللي انا وصلت له ده كويس جدا فمش محتاج ان انا اتحرك. وهو ده بالظبط اللي بيحصل في البيزنس. لما بتوصل ان انت معاك رصيد في البنك فبالتالي بتحاول ان انت دايما طول الوقت بتحافظ وتخاف عليه وتأمنه وتقول ان ده الرصيد ده مهم جدا ان هو يتحافظ عليه، مع ان الفلوس والرصيد مش موجودين علشان يتحافظ عليهم ويتشالوا على جنب. الفلوس والرصيد موجودين علشان يتحركوا، عاملين زي بالظبط الدم اللي في الجسم. لو الدم ما اتحركش في الجسم نفسه مش هيبقى حي. فبالتالي انت محتاج تحرك الفلوس في البيزنس طول الوقت عشان يفضل البيزنس ده حي ونشط، والا البيزنس مع الوقت هيموت. فالذكاء ان انت تعرف ازاي تتحكم في سرعه حركه الفلوس، ازاي الفلوس تدخل وازاي الفلوس تخرج، تدخل ازاي ومن انهي مصادر وتخرج للمصادر الصح. بس الاهم ان انت تتاكد ان اللي بيدخل اكتر من اللي بيخرج، وبالتالي هتلاقي فيه مخاطر كتير بتحصل لو انت ثبت الحركه الماليه الخاصه بالبيزنس. اول مخاطره ان انت ما تبقاش عارف ومدرك ومجهز نفسك للالتزامات الماليه اللي جايه. تاني حاجه محتاج ان انت تبقى فاهم ان الرصيد اللي في البنك الخاص بالبيزنس ده مؤقت، ده وقتي، ده مش مستمر، دي لقطه بس في البيزنس لكن مش هو ده اللي هيفضل ويبقى. تالت حاجه ومحتاج ان انت تبقى شايفها وفاهمها كويس، ان مش هو ده الامان اصلا، مش هو ده اللي هيخلي البيزنس امن، ولا انت امن وطول الوقت قاعد بتصرف لكن انت مطمن للرصيد اللي موجود. كمان من الحاجات اللي بتفقدها بسبب ثبات الحركة المالية انك اصلا ما بتبقاش عارف المصادر بتاعت الفلوس جاية منين ومصادر الدخل جاية منين، وبالتالي بيدخل الدخل في بعضه وما بتقدرش تفصل الارباح عن الدخل، لان هو ممكن ما يكونش دخل حقيقي اصلا للبزنس، هو ممكن يكون دخل هتشتغل بيه علشان بعد كده تطلع بيه ارباح. فانت بالتالي محتاج تحافظ على الحركة المالية طول الوقت وما تروحش للثبات المالي، وتعرف 3 حاجات مهمة جدا: المفروض تخرج فين، والدخل ده اكتر من اللي خارج ولا اللي خارج اكتر من اللي داخل. عشان تحافظ على نمو البيزنس بشكل دائم محتاج تحافظ على الحركة المالية بشكل دائم. وبالتالي اي ثبات في اي حاجة في الدنيا ده بيزود العوامل الخارجية اللي بتأثر بالسلب على الحالة دي. وبالتالي محتاجين نعرف كويس قوي ان الثبات بعد فترة هو ثبات كاذب، وان العوامل الخارجية هتأثر عليه بالسلب، لان هي دي بطبيعة الدنيا فيها طول الوقت حراك. فبالتالي احنا محتاجين نتحرك بشكل دائم ناحية النمو. عشان كده دايما بقول عشان تحافظ على البيزنس انت محتاج تكون اصلا متبع سياسة النمو.